طبعا بما نشاهد هذه المكعبات في الأرض هي عن طريق تنفيذ نشاط رياضي في القيم والأخلاق، وهذه هي مجموعة من المحطات اللي بيسوي تنفيذ هذا النشاط المهاري. المحطة الأولى، المحطة الثانية، وهي أيضا الشباب ما شاء الله شغالين على تنفيذ المحطة الثالثة، واللي هي عن طريق اللي أمامنا حواجز صغيرة في عملية القفز. إذن هناك أيضا محطة اللي هي المحطة الأخيرة الرابعة. مثل ما عارفين يعتمد النشاط الرياضي على أساس توزيع مجموعة من المحطات يتم من خلالها تنفيذ الدروس الرياضية. 4 محطات، 5 محطات أو 6 محطات يتم من خلالها تنفيذ كل درس رياضي. أتمنى لكم إن شاء الله الاستفادة في البث اللي بيكون أو في التصوير التابع تنفيذ هذا الحصة. تمرين وهو يلعب الثاني استقبال ويرجع له الكورة بهذه الطريقة 10 مرات، ومن بعدها هو يغير التمرين مرة ثانية. المحطة الأولى عملية التمرير. المحطة الأولى عملية التمرير. هذه المحطة الأولى. المحطة الأولى المحطة الثانية اللي هي عملية تصويب على السلة. ما فيها هوا دي. المحطة الثالثة أول حبة.